السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن حال و... وكل سنة وانتوا طيبين وبخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل البيتزا السائلة. بصراحة عجبتني جدا وقلت اعملها معاكم. اكيد في ناس تعرفها، ممكن يكون في حد مش يعرفها، قلت اعملها معاكم الكل يستفيد، يعني اللي ما يعرفش هيستفيد ان شاء الله. تعجبكم يا رب. معايا فلفل احمر، ولو في فلفل اخضر كمان بقى الالوان دي والطعم بيختلف طبعا. الفلفل ده بيبقى طعمه مسكر وحلو. هقطعه كده قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة يا رب. ربنا يجعل شهر رمضان ده شهر خير وسعادة علينا كلنا يا رب، وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. قطعته كده زي ما شفتوا. هنشوف باقي المكونات قطعتها برضو عشان الوقت. ومعايا 3 بيضات نزلت بيهم كده زي ما انتوا شايفين. المفروض 4 بيضات، بس انا حطيت 3 بس. معايا كمان رشة فلفل اسمر نزلت على البيض بيها. ممكن تحطي معلقة خل لو مش عايزة تحطي الفلفل الاسمر. معايا كوبايتين الحليب دوت او اللبن. طبعا كوباية انا مش ملياها، معبراها كده بالظبط. الكوباية منهم 200 جرام، عشان الناس اللي ما عندهاش ميزان مش تحتار. بصراحة قبل ما اجيب الميزان كنت ما بلاقي حاجة بالجرام على الميزان كده كنت بتضايق اوي لما الاقي اي حد عامل اي حاجة. قبل ما افكر افتتح قناة وكده برضو، او في الكتاب عندي كتب يعني برضو فيها الحاجات بالجرام كده. فطبعا كنت بتضايق بقى، مفيش بالكوباية ليه؟ طب يعني الواحد بيعمل حساب اللي ما عندوش الميزان. معلش بقى، ما اتكلمت كتير. معايا كوباية الا ربع دي نزلت بيها. ومعايا كيس البودر دون بودر الدريم، جميل جدا، حلو خالص يعني. هنقلب الدقيق شوية شوية. طبعا في دقيق تاني اللي في الطبق التاني دوت او البولة، كوبايتين مليانين حطيتهم كده في الطبق. والكوباية اللي مش مليانة وريتها لكم عشان ايه اللي عايز يعمل. هما 3 كوبايات، والكوباية التالتة ناقصة ربع. والعجن واحدة واحدة كده، هننزل واحدة واحدة بالدقيق عشان ما يعملش اي كتل خالص. بصراحة جميلة جدا، سهلة وبسيطة جدا ومتاخدش وقت خالص. العجين كله مش مخدش حاجة زي ما انتوا شايفين كده يعني. كل الموضوع دقايق. يا رب يسعدكم حبايب قلبي اللي اشتركوا جديد واللي معايا من زمان. ربنا يحفظكم كلكم يا رب، ويبارك فيكم وتكبر القناة بيكم يا رب. وربنا يقدرني واعمل كل حاجة حلوة تعجبكم، واكون عند حسن ظنكم ان شاء الله يا رب. طبعا دهنا الصينية بالدقيق بالسمنة، ونزلت عليها بدقيق كده رشة الدقيق، ونفضتها كويس من الدقيق عشان على قد بس اللي يلزق على السمنة عشان ما تلزقش البيتزا. هننزل كده بنص العجينة، وهنسيب النص التاني للصينية التانية. انا لقيتهم يعني قلت احط شوية كمان يعني، عشان مش تبقى واحدة رايقة قوي وواحدة تخينة. هنسويها كده، حرك الصينية كده وكده عشان تتساوى. وهننزل بقى بأول حاجة ايه، رشة جبنة بسيطة كده. لو في كمان جبنة رومي طازة عشان دي هتبقى في العجين من جوه، كانت هتطعمها احسن، لكن ما كانش عندي بصراحة، فقلت احط من الموزاريلا. طبعا كل واحد براحته يعني، لو عايزين تحطوها كده براحتكم مش اي مشكلة. معايا ربع فرخة قطعته كده ورك، ده لحمة الورك، عشان الولاد مش يعني مش عارفة، مش كانوا حابين الورك ليه، فقلت اعملها لهم على البيتزا، مش هتبقى حاسين بيها يعني. معايا كمان ايه الفلفل احمر واصفر، ولو في اخضر كمان حطي، مش في مشكلة خالص. وقطعت بصل كده شرايح برضو على الوش. البيتزا دي طبعا بتلم بواقي التلاجة، اي حاجة عندك عايزة تحطيها بتحطيها، مش في مشكلة. ممكن تحطي تونة، ممكن تحطي جمبري، لحمة مفرومة، كلكم عارفين طبعا.
اي حاجة عايز تحطيها حطيها، عايز تعمليها بجبنة بس مفيش اي مشكلة خالص. فالموضوع دي بيتزا المستعجلين يعني، مزنوقة وعايزة حاجة سريعة وجميلة. حتى لو جايلك ضيوف وعايزة تبهريهم بقى، حاجة سريعة بصراحة، مش هيصدقوا انك جايباها يعني، هيفتكروا انك شاريها من برا. طعمها جميل جدا. الزيتون زي ما انتوا شايفين اسمر، وزيتون من التاني العادي. 3 معالق من زيت الزيتون على وش الصينية كده. طبعا برضو الولاد ما بيحبوش زيت الزيتون، فبحب احط لهم كده في الحاجات اللي زي كده. مش عندك زيت زيتون حطي زيت عادي، ما فيش اي مشكلة خالص. هتاخد نص ساعة في الفرن. وهنخرجها برضو. دي الصينية التانية. نزلت بقى بالعجينة اللي باقية، وهنسويها برضو ونظبطها زي الصينية الأولانية. خرجتها من الفرن بعد نص ساعة، وهنرش الجبنة عليها. الجبنة دي براحتكم بقى، عايزة تحطي جبنة زيادة براحتك، عايزة تقللي براحتك، مش في أي مشكلة خالص يعني. هدخلها الفرن بعد ما رشينا الجبنة على الوش 10 دقايق، عشان الجبنة متاخدش لون يعني، عشان لو نشفت مش هتبقى لها لازمة على الوش خالص. هقطعها كده زي ما انتوا عارفين وشايفين. هنشوف بقى الطراوة بتاعتها والجمال بتاعها بقى يظهر دلوقتي. يا رب اللي يعجبه الفيديو يشترك كده ويدوس لايك، ما تنسوش يعني تدوسوا لايك. شايفين عاملة ازاي؟ حاجة جميلة جميلة بجد يعني.